قالت ليه حنا عندنا كلمة واحدة ماشي جوج، وقالت ليه شد واسكت، وهنا اللي يغنيك شد واسكت. السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير، واعذرونا على التاخير. واليوم جينا لكم قصة جديدة ومرعبة، الرعب ديال بصح. وزيروا معنا الصمتة وما تبخلوش علينا بالاشتراك والضغط على زر الجرس واللايك تشجيعا لنا في المزيد ان شاء الله. وما تنساوش تجيبوا واحد الكويس ديال اتاي ولا القهوة، وشد لكم شي قنط وديروا الكيت، وهيا بنا نبدأ على بركة الله. با الحسن خيط مغربي من الدار البيضاء، بالتحديد من منطقة العراقات، وهذه المنطقة معروفة بالمشعوذين والدجاجلة. با الحسن فيه 60 سنة 40 سنة، وهو خياط محترف في الخياطة والتكاشط، وكيبيع الأثواب. با الحسن حريفي، كيجيو عنده العيالات من جميع النواحي حيت كيعرفوه بالإتقان والجودة، وكيخدم بالنية والمعقول وكلمة. با الحسن كيدبز على طرف ديال الخبز ديال الحلال، كيخدم على وليداتو وراسو، وكيخدم من الصباح حتى المغرب، من الدار للخدمة، من الخدمة للجمع، من الجمع للدار، وهكذا. حتى لواحد النهار غتكون عنده الخدمة بزاف، غادي تعطل في المحل ديالو حتى ل 11 حتى ل 12 ديال الليل. وملي غيسد البيبان غادوك فعليه واحد السيدة آية من الجمال، زوينة بزاف ولابسة الكحل، والصوت ديالها غليظ شوية بين الرجل والمرأة. غتقول ليه السلام با الحسن، ممكن تقضي لي واحد الغرض؟ يقول لها اييه اش عندك، مرحبا بك اختي، راه دابا راه كنسد. قالت ليه عندي واحد العرس وراني جيت من بعيد. قال لها تفضلي باش نشد لك العبار، ودخلت وكتسنى. وبالزربه خدا با الحسن المترو باش يعبر ليها العبار. ملي قرب ليها اضر فيها الحراره وريحه الكبريت، يعبر ليها العبار. وملي سالي غادي يعاود يتاكد من العبار، وهنا غتكون الصدمه. تخيلوا معايا، العبار اللي شد في اللول لقاه مختلف تماما عن العبار الثاني، وباغي يتاكد لثالث مره، وهي تعيق به وتقول له عباس عباس دير بواحد العبار وفصل عليه بلا ما تعذب راسك وتضيع الوقت ديالك. ودار بحال ما كاين والو. با الحسن مشى قيد العبارات، ومن بعد غادي ياخذ العبار من الكتف حتى الرجلين. هز المترو غير قرب ينحني باش يشد العبار ديال الرجلين، وتقول لي حدك تما حتى الرجلين لا، ولا غتشوف اللي ما غاديش يعجبك. قالت ليه دير خدمتك، والعبار اللي جاك ديرو، وزيد كاع في الرجلين، بغيتنا انا نجرجرو في الارض، ما كنبغيش الرجلين يبانو. هنا با الحسن التبوريش والخلعه، ولكن حبسها بحال اللي ما كاين والو، وغايدير بخطرها وغايزيد في العبار ديال الرجلين. وملي سهله با الحسن العبار قال ليها اش من توب غادي نخدم لك عليه، حيت كيبيع الأثواب. قالت ليه لا، عندي التوب جبتوه انا من عندي، ها هو التوب، فاش غادي تخدمو تفصلوا ليا هاد القميص. وملي شد با الحسن التوب كان غيطيح بالصدمه. تخيلوا معايا، هاد التوب ما عمرو شافو في الحياة ديالو، كان كحل بزاف، غمق من الليل، وكانت فيه الشدة شوية قاصحة، وكانت فيه شوية الريحة ديال الحريق. قال ليها صافي كوني هانية. قالت ليه هنا ل3 ايام عندي العرس، نلقاه موجود. حنا عندنا كلمة واحدة ماشي جوج، حنا عندنا كلمة واحدة. قال ليها صافي كوني هانية، تا انا خدام بالكلمة. لا يعاون سيدي، مشات في حالتها، وبا الحسن مشى في حالته. وملي سد البيبان مشى بالزربة للدار باش ينعس يرتاح، باش يخدم لها هي الاولى، حيت تصدم تخلع. وهنا الغدا غير بقى كيفكر في داك الفيلم ديال البارح، واش نيت هادي مرة ولا من العالم الاخر. وفي الصباح بكري مشى باش يخدم ليها القميص ديالها، واول حاجه كيديرها في المحل كيدير القران، وكيبدا الخدمه ديالو، والقران خدام في المسجله حتى يسالي الخدمه ديالو عند المغرب. وملي مشى باش يخدم في القميص ديال السيده، تخيلوا معايا
الصدمة، لقى الماكينة ما بغاش تخدم بحال إلا خاسرة. دابز معاها ما لقى مشكل هكا، جبد هنا حط هنا وجاب المعلم وجاب الثاني، وهو مدابز معاها النهار كامل ما بغاتش تخدم. والمعلمين قالوا ليه هاد الماكينة ما فيها والو، ما فيها حتى دف ولا والو، ولكن ما لقاو ليها الحل. نهار كامل مدابز معاها وما عمرها خسرات. وملي قربت الوقت ديالو يمشي للدار ديالو عند المغرب، غتوقف عليه ديك السيدة عند الباب وغتقول ليه أمضرة فين وصلتي؟ غيقول ليها با الحسن والله حتى لقيتيني مداز مع الماكينة حتى لدابا خسرت لي وما بغاتش تخدم من الصباح حتى لدابا. قالت ليه درنا الكلمة، عندنا كلمة وحدة ماشي جوج، ولا ما غاديش يعجبك الحال. هنا با الحسن غيقول لها كوني هانية إن شاء الله، غنصوبها اليومين 3 أيام ديالك غتكون واجدة. وهنا هاد السيدة مشات في حالتها وبا الحسن حتى هو مشى في حالته، وبقى غير كيفكر في الفيلم واش هاد الشي بصح ولا غير انا كان حلم. وبا الحسن كيدخل للدار ديالو ما كيبغيش ياكل بزاف، تعاقد به الزوجة ديالو. ضغط ليه با الحسن غادي يخرج بكري للمحل ديالو، والهم ديالو هو يخدم ويصوب هاد القميص لهاد السيدة في الوقت المحدد ديالها باش ما يخسر السمعة ديالو. وأول شيء غادي يبدا به ملي يحل البيبان ديال المحل ديالو هو القرآن المجلة. غيمشي لها ديريكت وغيبرك على البوطون ديال المجلة باش يختم القرآن. وهنا غتكون الصدمة. تخيلوا معايا الماكينة خسرات والمجلة حتى هي خسرات، كاين شي حاجة اواه بجوجهم خسروا. هنا كاين شي حاجة ما يمكنش. غيقول با الحسن مجلة ماشي مشكل، غنمشي نخدم الخدمة ديال السيدة هي الأولى، مجال من بعد غنصلحها. غيمشي يخدم الماكينة وهي كتشري بحال إلا ما واقع عليها والو. غيبدا يخدم وجبات التوب ديال ديك السيدة غادي يحطو في الماكينة. وهنا عاوتاني غيتصدم الصدمة ديال بصح. تخيلوا معايا أغرب خدمة دوزها مع هاد التوب وهو كيجري في الماكينة بسرعة البرق بحال إلا كيعاون شي واحد. تخيلوا معايا ملي حط الطوب وكيقطع فيه المقص وكيفصل دغيا كيدوز وتهنى منه في نص النهار تقريبا وهو القميص ديالها موجود. وهنا ارتاح با الحسن، ارتاح بزاف. وغتوصل الوقيته باش غادي يسد با الحسن مشي لدارو عند المغرب وشويه وتوقف عليه. ديما كتجي عنده في هاد الوقيته ديال الليل ملي كيدخلوا الناس وكيكونوا الناس قلال في برا، وتقول لي عاود تاني أمضرة فين وصلتي؟ يقول لها القميص ديالك موجود هو كاين وغادي تشدو. ويقول لها سيري قيسيه. غتقول ليه انا بغيتو كيف ما كان، اهم شيء عندي هو الكلمه وخدمه نقيه. وغتجبد واحد الرزمه ديال الفلوس كبيره عامره بالفلوس بزاف، بلا ما تسولو بشحال كتفصل وكتقول ليه بسم الله خذ ليك. يقول لها بزاف هذا الشيء اللي عطيت انا كنخدم غير قد وقد وانت زدتي اضعاف مضاعفه. قالت ليه هنا اللي غنك شد وسكت، هنا اللي غنك شد وسكت. وهنا با الحسن ديك الخلعه دخلت ليه بالفرحه، حيت عمرو داز شكليا ودار ليه بحال هكا. وملي خرجات بقى كيتسلل باش يتبع ويشوف فين دخلات وفين خرجات مع الازقه ديال الدروبه. شويه وتلفات ليه بحال الى سرطات على الارض ولا دخلت في شي حيط ما بانت ليها وبرات ليها الاثار. ومشى بالزربه بديك الخلعه ومع الفرحه والزغب واقف بالريشه سد البيبان بالزربه واش عند ولادو والزوجه ديالو. وملي دخل الباب اطلق به الزوجه ديالو تقول ليه بان فيك فرحان اليوم بحال الا ضربتي شي همزه. وهو ما بغاش يبين ليها، راكم عارفين العيالات وخصوصا اللي كيتعاملوا مع العيالات في التجاره ديالهم والخدمه. وهنا شويه بشويه حتى تجبد لي الهضره
من با الحسن ويقول لها السر من الأسرار اللي قالت ليه هاد السيدة. قالت ليه شد واسكت، ولكن ما سكتش. قال ليها جات عندي واحد السيدة غريبة هكا ما هكا، وعود ليها القصة من الأول حتى الآخر، وعطاتني الرزمة ديال الفلوس صحيحة فايت الأجرة ديال عام أو أكثر. وهنا قالت ليه أرى نشوف ديك الرزمة. جبت با الحسن الرزمة باش يوري الفلوس للزوجة ديالو، وهنا غتكون الصدمة. تخيلوا معايا ملي جبد الرزمة وجبد دوك الفلوس لقاوهم كلهم اوراق بيضين، اوراق بحال ديال الجران بيضين، كلهم غبر ليهم الاثار. والزوجة ديالو كتقول ليه كتفلى عليه ولا شنو، هذا الشيء ما يمكنش. وبا الحسن كيقول لها قبل ما ندخل حسبتهم لقيتهم بزاف تبارك الله، ولكن با الحسن عارف باللي ان داك الشيء غير من عالم الجن، وباللي انه كان كيتعامل مع جنيه مسيفه. هنا با الحسن غادي يمشي ينعس، ولكن الافكار ما خلاتوش ينعس. حتى لواحد شويه غادي يديه النعاس على غفله. وفي ديك الليله غادي يحلم واحد الحلمه باللي انه معروض في واحد العرس غريب جدا بالطقوس وعادات وتقاليد، وغادي يشوف العروسه لابسه ذاك القميص في ذاك العرس تماما. وغيحاول با الحسن يشوف الملامح ديال الوجه باش يقشعها واش هي ولا ما هياش، ولكن كانت عليه بعيده والملامح ما بايناش بزاف. وبا الحسن غضرب واحد الفيقه، غادي يفيق قرابه الفجر وغادي ينوض يطد ويصلي ركعات ويصلي الفجر ويذكر الاذكار ويقرا القران ويجي الفطور ديالو. وملي فطر وهو في الطريق ديالو للمحل وهو يتفكر بانه قطع داك الدوب الطرف، وشويه ديال الطرف كانوا طاحوا في الارض، وتفكر بانه مشي لهم ديريكت باش يجيبهم لمراتو وولادو باش يشوفوهم. وملي دخل المحل كما العاده مشى المسجل باش يخدم القران، وهنا كانت الصدمه. تخيلوا معايا رجعت مسجله خدامه والقران كما هو، ومشى كيقلب على الطرفه ما لقى والو، قلب هنا وقلب تحت الطبله وما لقاش، بحال الا بلعتهم الارض تماما. الخوت هنا سالت القصه، واللي عاودها هو ولد با الحسن بالضبط. وقبل ما نختموا خليو لينا واحد الكومونتير وقولوا لينا الاراء ديالكم على هذه القصه. الخوت ما تبخلوش علينا بالاشتراك والضغط على زر الجرس واللايك تشجيع علينا في المزيد ان شاء الله. والى لقاء، استودعكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها
بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون